السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح الرضا، يا صباح الرزق، يا صباح كل حاجه حلوه على العين، كل زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده اول يوم مدرسه واول يوم دراسه، مادام بقى ايه نعاير بقى المنبه عشان نقدر نصحى بدري. عايرت المنبه على الساعه 6 بالظبط. طب ليه؟ لان انا بروح المنصوره، مدرسه بنتي في المنصوره. صحيت بقى اول حاجه فتحت الفريزر، طلعت العيش وطلعت كمان ايه القرص لحد بقى ما اتوضى واصلي، وهيكونوا ايه هم فكوا تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنخش بقى كالعاده، هنخش بقى المطبخ بتاعنا ونحضر بقى السندوتشات بتاعت ايه بنتنا. وعايزه اقول لكم الشنطه السوداء اللي انتوا شايفينها دي يعني مش انا اللي جايباها، اختي اللي جايباها، وما كنتش اعرف خالص. لقيتها بتتصل عليا بتقول لي ما تشتري الشنطه اللي جانا، قلت لها قالت لي عشان انا اشتريت لها واشتريت ايه لاولادي. عايزه اقول لها ربنا يخليكي ليا يا رب ويبارك فيك وفي اولادك وفي زوجك، اللهم امين. وهي فرحتني جدا ان هي افتكرت حتى ايه بنتي، حتى لو حاجه قليله كفايه ان هي كده افتكرتها، وكمان اعتبرتها زي اولادها وجابت لها كمان الشنطه. ربنا يخليكي ليا يا اختي ويجعل ظهر وسند لبعض، اللهم امين. تمام. وجبت لها كمان ايه كراستين، كراسه عربي وكراسه انجليزي، وحطيتهم لها كده في الشنطه. وجبت بقى ايه اللانش بوكس، وجبت لها كمان ايه الزمزميه. دي العيش بقى اللي احنا ايه عملناه مع بعض. ما شاء الله عليه، يا دوب بس عما اتوضيت وصليت لقيته فكك معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفينه. وبالراحه وانت بتفتحيه عشان ايه ما يتقطعش معاكي. اجيب بقى اللانشون بتاعنا كده، وابتدي بقى ان انا احشيه لها كمان ايه في السندوتشات. والقرص عايزه اقول لكم برده فكه كانك لسه عاملاه وهشه كده وخفيفه. وكمان انا كنت واخده قرصتين ليا برده، طلعت له قرصتين قلت ايه اما اخدهم ايه بالمره. عشان بطلب منكم طلب، عايزاكم كلكم تدعوا لبنتي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها يا رب ويعافيها من اي شر ومن اي مكروه. لان بنتي تعبانه عندها الجرثومه، والجرثومه دي صعبه جدا جدا. بتخلي الواحد شكله بيتغير، وبتخليه بيخس، وبتخليه ما بيعرفش ياكل. حتى اما تخش الحمام بتعمل بالعافيه، لا مؤاخذه في الكلمه. بس انا بقول لكم بالله عليكم انتوا واخدين عني ان انا بدي طاقه ايجابيه. في اي فيديو لازم بديكوا طاقه ايجابيه وبديكوا حافز وبديكوا كده امل للحياه. بس المره دي انا بصراحه يعني عامله الفيديو ده اصلا وانا متضايقه وزعلانه. هو النهارده اول يوم دراسه عادي خالص. هي كمان بنتي كنت كاشفه عليها من 3 4 ايام عند دكتور عندنا في السنبلاوين. فبصراحه كشف عليها لقى عندها ايه الجرثومه. فقلت له ازاي؟ قال لي هي عندها جرثومه وخلي بالك منها وحافظي في الاكل وما تخليهاش تاكل اي حاجه من بره وكل حاجه تاكلها مسلوقه والحاجات دي كلها. قلت له تمام، بس هي دلوقتي هي جايه تتعب على دخول المدرسه. قال لي طب حاولي بقى بدم. قلت له طب ينفع ان انا اوديها المدرسه؟ قال لي وديها، بس حاولي ان انت ايه ما تلخبطيش، وحاولي ان انت تخلي بالك منها. قلت له خلاص ايه تمام. فبصراحه اول يوم مدرسه النهارده يوم الاحد، فوديتها وكده. فبصراحه حسيت ان هي برضو ان وجع الجرثومه ده ما ينفعش ان هي تطلع بره. يعني عايزه حاجه ان انت تقعدي في البيت، مش عايزاها ان هي تركب مواصلات. ما بتبقاش قادره اصلا وهي ماشيه. وكمان لقيتها برضو عماله تقول لي بطني معدتي، حتى ما تيجي تنام مش عارفه تنام. حتى ما تيجي مثلا كانت بتلعب مثلا الاقيها بتنام ايه بتنام على البلاطه على بطنها. تخش الحمام برضو بالعافيه بصويت، وتقول لي يا ماما نفسي اخف، يا ماما نفسي ارجع زي الاول. انا عارفه ان ممكن الفيديو يكون تقيل عند ناس معينه، او مثلا ممكن ما تحبش الفيديو ده. بس انا بعمل يعني بعمل فيديوهات وبنزلها لكم عادي. بس انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده، يمكن حد يكون سبب دعاء يكون ربنا مستجيب لها وربنا يشفيها يا رب ويعافيها. وعايزه اقول لكم كمان هي قلت لها مش هتروح المدرسه بكره. يعني احنا النهارده مثلا الدراسه اهي النهارده الحد. فقلت لها بكره مش هينفع تروحي. قالت لي ليه؟ قلت لها بس ايه عشان انت تعبانه وما ينفعش تروحي، لما تخفي ايه هتروحي. تقول لي يعني يا ماما يعني المدرسه إيه اول ما تيجي اتعب؟ قلت لها معلش وان شاء الله ربنا يشفيكي. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. ادعوا لها بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم ربنا يشفيها، وان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. واكتبوا لي تحت في الكومنتات وادعوا لها. وكمان هي بصراحه كل فيديو تزعل ان انا مش بطلعها في الفيديوهات، وتيجي تقول لي يا ماما هو انت مش بتحبيني اطلع معاكي في الفيديوهات؟ فانا هنديها لكم دلوقتي وخليها تكلمكم. ثواني يا جنى. قومي يا حبايب قلبي
قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا جدا. انت بتقولي ايه؟ الكلام يلا. ادعولي ربنا يشفيني وعندي الجرثومة، هي عاملة لي التهاب في جدار المعدة، وعاوزاكم كلكم تدعولي. يا ريت كلنا ندعي لها.